السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم كويزين بسومة. كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. هذا الفيديو ديالنا كيف العادة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله غادي نحضر معكم تشكيلة متنوعة من الكيك اللي كيجيو اقتصاديين وكيجيو لذاذ بزاف. كيك تنسيكم في الاخرى. تحضروا ان شاء الله للعيد او لا حتى في الايام العاديه، يعني كيكات اقتصاديين جدا. فتبعوا معايا الفيديو للاخير باش تعرفوا على المقادير ديالهم وعلى طريقه التحضير، ايضا فرجه ممتعه. بسم الله. عندي هنا المول العجيب غادي ندهنو بالزبده وغادي نرشو بالدقيق وغادي نديرو في المجمد باش الكيك كيتزول بكل سهوله من المول. يعني ضروري كندير هاد العمليه ديال المول كنوجدو كنديرو في المجمد. هنا بسم الله غادي نجيب بول غادي ندير فيه حبه ديال البيض، اختاروا تكون من الحجم الكبير. غادي ندير معها رشه ديال الملح، نصف كاس من السكر حبيبات القياسات بكاس العنبه، كيس من السكر فانيلا، تقدروا تعوضوا بالفانيلا السائله. وغادي نطرب هاد المكونات غير بالطراب اليدوي حتى غادي ينسجموا ويذوب السكر. وكيبان لنا ان البيض فتح اللون ديالو كيف غادي تشوفوا معايا. صافي من بعد ما كيتفتح اللون ديال الخليط بهذا الشكل هذا غادي نبدا في اضافه الزيت. بالنسبه للزيت عندي كاس الا ربع بقياس كاس العنبه، غادي نبدا نضيفو بالتدريج وانا كنطرب بهذا الشكل هذا باش كنبقاو محافظين على القوام الكريمي ديال الخليط. كيكون لنا قوام كريمي بهذا الشكل. ثم غادي نضيف كاس ديال الحليب اللي يكون بدرجه حراره المطبخ، غادي نخلط غير بالفوي. صافي من بعد ما غادي نسجموا المكونات هنا غادي نضيف ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. تقدروا تذوبوها في الحليب، يعني عاد تضيفوها، فانا نسيت لهذا ضفتها مباشره، ولكن معليش غادي تذوب في الخليط لان الخليط باقي فيه غير السوائل، لهذا غادي تذوب القهوه بسرعه. صافي هنا غادي نضيف ملعقه كبيره من الكاكاو المر، تكون نوعيه جيده كيف كتشوفوا، ملعقه بومبي بهذا الشكل. فغادي نغربلها، ضروري النواشف كنغربلهم بطبيعه الحال. وغادي نبدا في اضافه الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي عندي كاسين الا ربع قياس كاس العنبه. الكؤوس يكونوا ممسوحين ما يكونوش بومبي. صافي ضفت الكميه الاولى وكنغربلها وكنخلط حتى كينسجموا المكونات، ما كيبقاوش تكتلات ديال الدقيق. عاد غادي نضيف الدفعه الثانيه. كنأكد ان الكميه ديال الدقيق كاسين الا ربع، يعني كاس الاول عامر يكون ممسوح والكاس الثاني كاس الا ربع. هنا غادي نضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق، غادي نضيف معها الخميره ديال الحلويات، جوج الاكياس. كل كيس كيوزن 8 غرام، المجموع ديالهم 16 غرام. تقدروا ايضا تضيفوا حتى الكيس ديال 7 غرام، يعني المجموع يكون عندكم 14 غرام، يعني مكاينش شي تاثير كبير، ما يكونش فرق كبير. هنا كيف كتشوفوا غربلت النواشف وايضا الخميره ديال الحلويات وغادي نخلط مزيان. من بعد ما كيبقاوش عندي التكتلات بهذا الشكل غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الخل، غير ملعقه صغيره كافيه لان الخليط عندنا خفيف، ما بغيناش يزيد خفاف اكثر من هكذا. صافي غادي نمزج، وهذا هو القوام اللي غادي نحصلوا عليه. كيف غادي تلاحظوا معايا القوام ديال الكيك كيكون خفيف شويه، ما كيكونش ثقيل. غادي نحاول نوريكم القوام ايضا بالسباتول باش يبان مزيان. وغادي نجيب المول اللي دهنته درته في المجمد اللي وجدنا في الاول، غادي نفرغ فيه الخليط. صافي غادي نحاول نقاد المستوى ديال الخليط، يعني يتوزع على المول كامل. وغادي ندخلو الفرن. بالنسبه للطريقه ديال الطهي، الطريقه ديال الطهي ديال الكيك العادي، الفرن كنشعلوه مباشره، كندخلو الكيك، يعني ما كنخليوش يسخن. الا كان الفران عندكم ثقيل يعني ما كيطيبش دغيا، سخنوه شويه عاد دخلوا ليه المول. صافي انا غادي نشعل الفرن وغادي ندخل الكيك مباشره وغنخليه يطيب على خاطرو، النار تكون متوسطه. من بعد ما غادي يطيب الكيك غادي نشعلو ليه الفوق باش كينشف الوجه، لانه ما غاديش يحتاج يتحمر لان فيه الكاكاو. وهنا بعد ما طاب الكيك وخرجته كيجي خفيف بزاف بهذا الشكل هذا واسفنجي. فغادي نديمو ليه وغادي نوريكم ايضا كيف كيجي خفيف بزاف، يعني ما تحتاجوش تسقيوه. الا بغيتو تسقيوه غادي نوريكم انكم ديروا غير كميه قليله باش تسقيوه. تقدروا ايضا ما تسقيوش نهائيا لانه خفيف، يعني ما يحتاج انه يتسقى. ولكن انا بغيت نعزز النكهه ديال القهوه في الكيك، لهذا غادي نسقيه بكميه قليله من القهوه. خديت نصف كاس ديال الماء من الصنبور، ضفت ليه ملعقه صغيره من السكر،
ونصف ملعقه من القهوه، وغادي نسقيه. لاحظوا انني غادي نسقيه غير بربع كاس من هذا الماء اللي درت اولا من هذه القهوه. ما غاديش ندير نصف كاس كامل لان الكيك خفيف ما يحتاج كميه كبيره من السيرو. كيف كتلاحظوا غادي نسقي الجوانب، والوسط درت كميه قليله جدا لان مازال غادي نديروا الكريمه في الوسط. هنا سقيت بقى لي ربع كاس من القهوه، يعني ما درتش نصف كاس كامل. صافي غادي نحطو على جنب ونجيب كاسرول غندير فيها 2 كؤوس من الحليب القياس بكاس العنبه. غادي نضيف عليهم ملعقتين كبار من السكر سنيده او سكر حبيبات، ملعقتين كبار عامرين مزيان من الكريم باتيسير او كريمه الكاستر، تقدروا تعوضوها ايضا بالنشا. غادي نضيف ملعقه صغيره من الكاكاو وملعقه صغيره من القهوه. فمن بعد ما غادي نخلط غادي يبان لي ان اللون ماشي اللون اللي بغيت. غادي نضيف ملعقه اخرى صغيره ديال الكاكاو المر، يعني ضفت ملعقتين صغار من الكاكاو المر في هذا الخليط. اختاروا الكاكاو المر تكون نوعيه ديالو جيده. خلطت المكونات كاملين على البارد ودرتهم على النار حتى كنحصلوا على قوام كريمي بهذا الشكل هذا. النار تكون مهيله مع التحريك المستمر. ومن بعد ما زولته من على النار وهو مازال سخون غادي نضيف الشوكولاته اللي قطعتها. الشوكولاته تكون نوعيه جيده، ولا تستعملوا ايضا حتى بعدين الشوكولاته تقريبا 4 أو 5 قطع يعني على حسب الذوق، تقدروا تزيدوا او تنقصوا. صافي هنا القوام كيكون بهذا الشكل هذا. غادي نجيب المول من بعد ما تشرب داك القهوه اللي سقيناه بها، غادي نفرغ فيه الخليط وهو مازال سخون، يعني قبل ما يتقال القوام ديال الخليط كنفرغوه في الكيك. صافي غادي نحاول نقاد السطح ديال الكريمه وغادي نخليها على جنب تبرد. وبالنسبه للكريمه فعزلت منها تقريبا 2 معالق هنا، غادي نخليهم باش غادي نزين. صافي غادي نخلي الكريمه حتى تبرد عاد غادي نزينها. ممكن تزينوا بعد التزيين اللي غادي نوريكم اولا زينوا باي تزيين كتفضلوه. صافي هنا غادي نجيب ديك الكريمه اللي عزلت جانبا، ضفت ليها شويه من الشوكولاته ديال الدهن وغادي ندير خطوط بهذا الشكل هذا. تقدروا ايضا ديروا خطوط غير بالشوكولاته ديال الدهن، ما تحتاجوش هذه الكريمه اللي درنا في الوسط. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي كيك رائعه جدا خفيفه اسفنجيه، والكريمه ايضا كتجي كريميه ولذيذه بزاف. يعني صدقوني الا جربتوا هذا الكيك هذا بالمذاق ديال القهوه غتعجبكم بزاف، غتولي معتمده عندكم. وضروري كيف عودتكم دائما غادي نقطع معكم الكيك باش تشوفوا الكيك كيف كتجي من الداخل وايضا حتى القوام ديال الكريمه. بسم الله. اول حاجه كنجيب صفيحه اللي دهنتها بالزبده وغادي نرشها بالدقيق. القياس ديال الصفيحه 30 على 25، وغادي نديرها في المجمد باش يسهل معنا اننا نزولوا الكيك. بسم الله. هنا غادي نجيب بول وغادي ندير فيه حبه ديال البيض اللي تكون بدرجه حراره المطبخ. وحاولوا دائما لي كيك اللي كتكون فيهم حبه ديال البيض اختاروا الحجم يكون كبير، يعني الحجم ديال البيض. هنا درت رشه ديال الملح وكيس من سكر فانيلا للتنسيم، وغادي ندير 2 معالق ديال السكر ما يعادل ربع كاس. غادي تبان لكم الكميه قليله ولكن غادي نزينوا بمكون اللي هو حلو. لهذا نقصنا الكميه ديال السكر في الكيك. بغيتوا ديروا كميه اكثر ديال السكر لكم الاختيار. فانا حاولت نقص السكر في الكيك باش في الاخير تجي الحلاوه ديال الكيك معتدله، يعني ملي غادي نديروا لها داك التزيين. صافي هنا كيف كتشوفوا معايا غادي نخلط البيض والسكر بالضرب الكهربائي حتى كيضاف الحجم ديال الخليط وكيتفتح اللون ديالو. ملي كنوصلوا لهاد المرحله هذه ممكن ديروا ايضا غير الضرب اليدوي، ولكن خدموا مزيان حتى توصلوا لهاد النتيجه. هنا غادي نبدا في اضافه الزيت. بالنسبه للكميه ديال الزيت كاس الا ربع. القياسات كاملين اللي كنعطيكم بكاس العنبه. وكيف كنشارك معكم دائما كنبقى نضيف الزيت بالتدريج باش كنحافظوا على القوام الكريمي ديال الخليط لان الكميه ديال البيض قليله. صافي هنا كيف كتشوفوا القوام بهذا الشكل هذا. هنا غادي نضيف كاس ديال الحليب اللي يكون بدرجه حراره المطبخ، وغادي نضيف عليه ملعقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان. تقدروا تذوبوا القهوه في الحليب عاد تضيفوها لكم الاختيار. صافي هنا غادي نمزج الكل، ثم غادي نضيف الكاكاو المر ملعقتين كبار وغادي نغربلهم بطبيعه الحال نواشف كنغربلوهم. صافي وكنمزج غير بالفوي، ثم غادي نبدا في اضافه الدقيق. بالنسبه للكميه اللي غادي نضيف بالضبط ديال الدقيق هي كاس ونصف بقياس كاس العنبه، والقياس بالغراماج بالضبط هي 150 غرام. وفي حاله بغيتو تاخذوا القياس بالكاس ماشي بالميزان فدائما الدقيق ما تضغطوش عليه في الكاس، وايضا الكاس يكون ممسوح ما يكونش مقبب باش تحصلوا على نفس القياس بالغراماج. صافي هنا كيف كتشوفوا كنبدا نضيف الدقيق بالتدريج وانا كنغربل فيه. ضفت الدفعه الاولى
ثم غادي نضيف الدفعه الثانيه وكنمزج، ثم غادي نضيف الدفعه الاخيره، يعني غادي نكمل 150 غرام اي كاس ونص. ثم غادي نضيف معها 2 الاكياس من خميره الحلويات، كل كيس كيوزن 8 غرام، المجموع ديالهم 16 غرام. تقدروا ايضا ديروا حتى الكيس اللي كيوزن 7 غرام، 2 الاكياس منه. صافي هنا كيف كتشوفوا غادي نغربل الخميره ديال الحلويات ايضا. صافي وغادي نمزج الكل حتى ما كيبقاوش تكتلات ديال النواشف. ثم غادي نضيف اخر مكون اللي هو الخل، ملعقه كبيره من الخل، وغادي نمزج مره اخرى. صافي وغادي نوريكم القوام ديال الكيك كيف كيكون. فالقوام كيجي خفيف شويه على الكيك العادي او الكيك بالفانيلا، يعني دائما الكيك ديال الشوكولاته كيكونوا خفاف شويه على الكيك ديال الفانيلا. هانتوما القوام كيكون بهذا الشكل هذا. صافي غادي نجيب المول اللي دهنت في الاول ورشيته بالدقيق ودرته في المجمد، غادي نفرغ فيه الخليط وغادي نحاول نوزع الخليط على الصفيحه كامله. القياس ديال الصفيحه كنظن قلتو في الاول 30 على 25. غادي ندخل الكيك للفرن. بالنسبه للفرن غادي يكون بارد، وغادي نشعل النار من الاسفل. غنخلي الكيك حتى كطيب وكتنتفخ. صافي عاد نشعل عليها الفوق باش غادي تنشف من الوجه لان ما كتحتاجش تحمر. هنا بعد ما خرجت الكيك بعد ما طابت كتجي خفيفه بزاف. نتوما شوفوا معايا كتجي خفيفه لاقصى درجه. ما غاديش نحتاجو نسقيوها بزاف، غادي نحتاج غير نصف كاس من الماء عادي من الصنبور. غنضيف عليه نصف ملعقه من القهوه سريعه الذوبان وملعقه صغيره من السكر وغادي نسقي به. خليت الكيك حتى دفى، عاد سقيته ما سقيتوش هو سخون. وبالنسبه للماء بارد من الصنبور يعني ما سخونش باش الكيك ديالنا ما كيتعجنش. صافي سقيته بهاد نصف كاس وغادي نخليه على جنب حتى غادي يتشرب مزيان. هنا غادي نجيب الكريمه السائله، عندي 300 ملل من الكريمه السائله، تقدروا تعوضوها بشونتيي مع الحليب. بالنسبه للكريمه بارده مزيان غادي نطربها حتى يتماسك القوام ديال الكريمه اولا كتولي كريميه. ملي كنوصلوا لهاد النتيجه هذه غادي نضيف علبه من دانيت ديال الكراميل، كيبقى اختياري ولكن كيعطي واحد المذاق جميل بزاف هاد الكيك، خاصه ان التزيين غادي يكون فيه الكراميل. علبه من دانيت كراميل. وغادي نحتاج هنا هاد الفرomاج، تقدروا تعوضوه بالجبن المربع ايضا تقدروا تستعملوه. انا درت 2 ملاعق من هاد الفرماج هذا ولا هاد الجبن، 2 المعالق كبار. صافي وغادي نطرب مزيان. بالنسبه للجبن تقدروا كيف قلت لكم تعوضوه بالجبن المربع اولا تستغنوا عليه، ولكن كنصحكم ديروه لانه كيغير المذاق كيجي رائع جدا. صافي هنا خديت الكريمه درتها في بلاستيك اولا ديروها في بوش. صافي وغادي نوزع الكريمه عفوا بهذا الشكل هذا على الكيك حتى كنغطي الوجه ديال الكيك كامل. وغادي نحاول نقاد الوجه ديال الكريمه بسباتول اولا غير بملعقه او اي اداه. المهم ان السطح ديال الكريمه يكون مقاد ويكون مستوي. صافي غادي نحاول نقاد الوجه مزيان. وغادي نخليها على جنب ونمروا نحضروا المكون الاخير اللي غادي نديرو كطبقه اخيره اللي هو الكراميل اللي غادي نضيفوا عليه مكونات اخرى. بسم الله. هنا غادي نجيب مقله اللي تكون ثقيله، درت فيها كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده وغادي نديرو على نار مهيله بزاف حتى كيبدا يذوب هذا السكر. ما كنحركوش حتى كيبدا كيذوب وكنأكد ان النار تكون مهيله. وبالنسبه للمقله الا كانت عندكم ما ثقيلاش فديروا تحت من المقله ديك الحديده اللي كنديروا تحت الطاجين باش توزع الحراره مزيان على المقله. صافي هنا غادي نخليو داك السكر حتى كيذوب مزيان كيولي عندنا بحال العسل بهذا الشكل هذا، يعني ما كيبقاوش فيه الحبيبات ديال السكر. هنا غادي نضيف ملعقه كبيره مع مرش مزيان ديال الزبده ديال الاكل وغادي نحاول ندوب هاد الزبده في الكراميل. كنأكد النار ما كنجهدوهاش. هنا بعد ما غادي ندوبوا الزبده غادي نضيف علبه ديال الياغورت طبيعي بدون سكر، تقدروا تعوضوه ايضا بالكريمه السائله. صافي هنا غادي نخلط مزيان. غادي يبان لكم ان الكراميل بحال تجمع شويه او بدا كيتكتل واحد شويه، معليش غادي يذوب. كنستمروا في التحريك حتى كيوصل حتى كيذوب الكراميل كامل. وايضا كيوصل عندنا الخليط لمرحله الغليان بهذا الشكل هذا وكيولي عندنا في هذا اللون. ما تخليوش بزاف باش ما يتحرقش لكم، غير بضع دقائق من بعد ما كيوصل لهاد المرحله هذه من الغليان. صافي وغادي نضيف هنا الكاوكاو اللي خديت 100 غرام ديال الكاوكاو المالح اللي كيكون عند موز الزريعه، زولت له القشره ديالو وغادي نضيفه مباشره. ما كنضيف الكاوكاو كنطفي النار
عاد كنخلط الخليط مزيان، يعني كنخلط الكاوكاو مع الكراميل. كيف كتشوفوا الكراميل كيكون سائل بهذا الشكل لانه مازال سخون، ملي كيبرد كيتقال القوام ديالو. كنأكد من تضيفوا الكاوكاو ما تخليوش على النار. صافي ممكن تخليو اللون بهذا الشكل هذا. انا بغيت اللون يجي مغلوق، يعني بحال فيه الشوكولاته اولا بحال دايرين الكاوكاو مع الشوكولاته. هنا غادي نضيف قطعه واحده من الشوكولاته السوداء، نوعيه جيده. بالنسبه للشوكولاته السوداء كتبقى اختياريه، يعني باش انا بغيت نحصل على اللون ديال الكراميل مع الشوكولاته السوداء. بغيتو تخليو في اللون ديال الكراميل ممكن ما تضيفوش هاد القطعه هذه ديال الشوكولاته. صافي هنا غادي نخلي الكراميل حتى كيبدا كيدفى، عاد غادي نضيفو. يفضل تخليوه يدفى اكثر من هكذا، يعني ما تضيفوش هو مازال سخون. فانا من بعد ما ضفتو غادي تخلط شويه الكريمه مع الكراميل، ولكن معليش جا المنظر زوين. صافي غادي نحاول نوزع الكريمه على الوجه بهذا الشكل هذا، وزعوها غير بالمهل باش ما تخلطوش الكريمه بزاف مع الكراميل. فانا كيف قلت لكم الخليط باقي دافي شويه، لهذا الكريمه طلعت اولا تخلطت مع الكراميل. صافي هنا كيف كتشوفوا بعد ما غطيت الوجه بطبقه ديال الكراميل غادي ندخل الكيك للثلاجه. انا غادي نخليه يبات ليله كامله. في اليوم الموالي غادي نقطعو، ممكن تخليوه غير بضع ساعات في الثلاجه، 3 ساعات حتى ل4 عاد تقطعوه. وهنا غادي نقطع معكم الكيك، وشوفوا ما شاء الله كيف كيجي كيك رائع جدا. الكيك كيجي خفيف اسفنجي، وايضا الكريمه كتجي رائعه ولذيذه بزاف، وايضا حتى الطبقه ديال الكراميل كتجي اكثر من رائعه. كيف كتشوفوا معايا راه كتماسك بهذا الشكل هذا، وفي نفس الوقت ما كتحجرش، وكيجي اللون ديالها ما بين الكراميل والشوكولاته السوداء كيجي رائع جدا. وضروري كيف عودتكم دائما غادي نقطع معكم ايضا بالفورشيت باش تشوفوا القوام مزيان. بسم الله. في واحد لوبول غندير هنا عندي كاس لاروب ديال السكر سنيده، وغادي نضيف عليه 2 معالق كبار ديال السكر الاسمر او السكر البني. يعني كيبقى السكر البني اختياري، ولكن كيعطي نتيجه زوينه. الا ما توفرش عندكم غديروا الكميه كامله سكر سنيده. هنا غنضيف ايضا حبه ديال البيض، ثم غنضيف كيس من سكر فانيلا، وغادي نضيف ايضا رشه ديال الملح. غادي نطحن هاد المكونات كاملين، ممكن تطحنوهم في الروبو اولا ديروا البغا ميكسور، كيف ما ممكن ديروا غير الطراب. انا غادي ندير البغا ميكسور حيت غادي نبغي نطحن واحد المكون يعني في وسط الخليط، لهذا خدمت بالبغا ميكسور. صافي من بعد ما غادي نخلط البيض والسكر غادي نضيف هنا الزيت. عندي كاس الا ربع من زيت المائده، القياسات اللي كنعطيكم بكاس العنبه. صافي غادي نعاود نطحن الخليط حتى غادي يولي عندي القوام كريمي. ثم غادي نضيف عصير البرتقال، يعني في هذا الكيك غندير عصير البرتقال كيتواتى بزاف مع الجزر. كأس ممتلئ من عصير البرتقال. غنعاود نطحن مزيان. ثم غادي نضيف الجزر المكون الرئيسي في هذا الكيك هذا. كاس ديال الجزر غنضيف النصف غادي نطحنو، والنص غادي نخليه هكذاك شعيرات. عندي كاس ديال الجزر المحكوك في الحكاكه المتوسطه. كيف كتلاحظوا غادي نضيف غير النصف هنا، لان بغيت نطحن نصف الكميه والنص نخليه هكذاك. نتوما الا بغيتو تخليوه كله يعني محكوك بلا ما تطحنوه، اولا طحنوه كامل ليكم الاختيار. انا بعض الاحيان كنطحن الكاس كامل، يعني الكميه كامله كنطحنها بالبغا ميكسور، في بعض الاحيان كندير هكذاك الجزر يعني محكوك بلا ما نطحنو. كيف كتلاحظوا معايا طحنت واحد شويه هكذا، داك النص طحنته، ولكن ماشي كنبالغوا في الطحن، يعني حتى كيوليو عندنا دوك الحبيبات هكذا رقاق ديال الجزر. وغنضيف الكميه اللي تبقات لي اولا نصف كاس اللي تبقى، ما غاديش نطحنوه. كيف قلت لكم وليكم الاختيار، طحنوه الكميه كامله اولا تخليوها غير هكاك بلا ما تطحن. ثم غادي نضيف راس ملعقه من القرفه، وغادي نخلط هاد المكونات بالفوي. بالنسبه للقرفه ما تكثروش بزاف، غير شويه باش كتعطي داك النسمه ديالها كتواتى بزاف مع هاد المكونات اللي في الكيك. هنا كيف كتلاحظوا معايا غنضيف 2 معالق كبار ديال الكركاع اللي مهرمش. ممكن تضيفوا هاد 2 المعالق، واللي ما متوفرش عنده ممكن تستغناو عليه، غير هو كيعطي واحد المذاق زوين بزاف في الكيك. كنأكد الا ما متوفرش ممكن ما ديروهش، يعني كتجي الكيك لذيذه. هنا بالنسبه
لهذا المكون السحري اللي هو الخميره. سبق لي حضرت معكم لي كيك بزاف بالخميره. كنديروا غير راس ملعقه من الخميره ديال الخبز او الخميره الفوريه، كتعطي واحد النتيجه زوينه في الكيك، كتخلي الكيك ديالنا ملي كنخرجوه من الفران ما كيهبطش. يعني الاخوات اللي كينزل لهم الكيك يعني ما كيصدقش، يعني كيكون الفرن ما كيصدقش فيه الكيك، يعني جربوا هاد لاستيوس هادي. هنا كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما خلطت المكونات كنبدا نضيف الدقيق بالتدريج. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي عندي هي 230 غرام، غنضيفها كامله على دفعات ماشي دفعه واحده بطبيعه الحال. في الدفعه الثانيه غنضيف الخميره ديال الحلويات 2 الاكياس، كل كيس كيوزن 8 غرام. وغادي نغربل النواشف، ضروري كنأكدوا على هاد المساله هذه، يعني النواشف كنغربلوهم عاد كنضيفوهم للخليط. غنبقاو نضيف الدقيق بالتدريج حتى غادي نكمل 230 غرام كامله، ما يعادل 2 الكؤوس ممسوحين وربع كاس، ولكن الكؤوس ما يكونوش هكذا مقبين. هنا في اخر مرحله غنضيف ملعقه كبيره ديال الخل، فانا ما كنستغناش على الخل في الكيك. الخل الابيض بطبيعه الحال اولا الخل ديال الحامض اللي متوفر ديروه. صافي كنخلط مزيان، وهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، كيكون بهذا الشكل هذا. ما تقلوش الخليط بزاف، خصو يكون بهذا الشكل. صافي جبت المول اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، فرغت فيه الخليط وغادي ندخلو الفرن. بالنسبه للطريقه ديال الطهي، انا هاد المره سخنت الفران شويه، عاد دخلت الكيك. النار من الاسفل كتكون مهيله شويه اولا متوسطه، ما بين 170 حتى 180. كنخليو الكيك ديالنا كيطيب على خاطرو حتى كنشمو الرائحه ديال الكيك، عاد كنحلو عليه باش كنشعلو ليه الفوق كيتحمر. بعد ما خرجتو شوفوا ما شاء الله كيف كيجي خفيف بزاف، يعني داك الجزر كيعطي واحد الخفه لهذا الكيك رائعه جدا، وايضا كيعطي واحد اللوين غزال بزاف. بالنسبه للتزيين كيف قلت لكم غنحضروا بدون كريمه. كنعرفوا ان الكيك ديال الجزر كتكون فيه الكريمه ديال الجبن، اللي نحضروها بالكريم كريم فريش مع الجبن هكذا اللي كيكون في العلب. انا هاد المره نحضرها معكم غير ببيرلي، لهاد الجبن الطري بالسكر اللي كيتباع في هاد هكا في هاد الطويسات هذا، ولا بيرلي كيف كنعرفوا الاسم ديالو. كاين بزاف الانواع ديال هاد الجبن الطري. غادي نزين به صراحه كيعطي واحد المذاق خرافي في هاد الكيك. بالنسبه لهاد البيرلي كيبقى اختياري، الا بغيتو تعززوا النكهه في هاد الكيك هذا وتعطيكم واحد المذاق تناغم ديال المذاقات رائع جدا، ديروه. يعني كيعطي واحد المذاق زوين كيتواتى مع الجزر مع الكركاع اللي في الداخل. الا ما متوفرش عندكم اولا بغيتوش ديروه، ممكن دهنوا الكيك ديالكم بالمربى وتزينوه. هنا كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما غطيت الوجه والجوانب دهنتهم بالبيرلي اولا عفوا بالجبن الطري. صافي كندير هكذا كندير الكوك في الجوانب، وكنرش ايضا الكوك في الوجه. صدقوني هاد الجبن الطري مع جوز الهند كيعطي واحد المذاق غزال بزاف، غير جربوه انا متاكده غادي يعجبكم بزاف. صافي غادي نرش هكذا الوجه في الوجه هاد الكوك، ثم غنرش هكذا شويه ديال الكركاع مهرمش. يعني التزيين كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم، على حسب الذوق ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. صراحه كتجي لذيذه بزاف، كتجي خفيفه مهويه وناجحه 100%. كيف عودتكم دائما غادي نقطع معكم الكيك وشوفوا ما شاء الله كيف كيجي خفيف. الكيك خليوها حتى تبرد عاد تقطعوها باش ما تفرتش لكم. فانا قطعتها معكم مازال سخونه، ولكن ما شاء الله رجعت غزاله بزاف. هانتوما شوفوا من الداخل كيف دايره، المذاقات كيجيو منسجمين مع بعضهم، يعني المكونات اللي درنا كلهم كيتواتوا مع بعضهم. غادي نقطع معكم ايضا بالفورشيط، نخليكم على الصور النهائيه. بسم الله. هنا جبت مول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نديرو في المجمد باش ما تلتصقش فيه الكيك. بسم الله. هنا غادي نجيب بول، غادي ندير فيه 2 الحبات ديال البيض اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. كنأكد ان المكونات كاملين ديال الكيك يكونوا بدرجه حراره المطبخ. صافي هنا درت بيضتين، غادي نضيف عليهم نصف كاس من السكر حبيبات او سكر سنيده. تقدروا ديروا حتى الكاس لاروب، انا بغيت نقص السكر لهذا درت نص كاس. هنا درت كيس من السكر فانيلا للتنسيم ورشه ديال الملح. كيف قلت لكم السكر سنيده، تقدروا ديروا حتى الكاس لاروب، يعني هذا هو القياس اللي كنا كنديروا في الطفوله. دابا درت غير نص كاس يعني باش ما تجيش حلوه بزاف. صافي هنا غادي نطرب البيض والسكر مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالهم. ديروا هاد لاستيوس هادي يعني باش كيطلع البيض بسرعه، يعني كنميلو لو بهذا الشكل هذا. صافي من بعد ما كيطلع البيض بهذا الشكل غادي نبدا في اضافه الزيت. بالنسبه للزيت عندي كاس لاروب ديال الزيت، القياسات دائما بكاس العنبه.
غادي نبدا نضيفو بالتدريج باش نحافظ على القوام الكريمي ديال الخليط. كنبقى نضيف بالتدريج وانا كنطرب بالطراب الكهربائي. ممكن تستعملوا ايضا غير الطراب اليدوي وكونوا سرع في الخلط. صافي هنا كملت الزيت وغادي نستغنى على الطراب الكهربائي، وغادي نضيف هنا كأس ديال الحليب بقياس كأس العنبة. الكأس ديال الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيف عليه ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان اللي غادي ندوبها في الحليب، ثم غادي نفرغها في الخليط اولا على الخليط. صافي غنعاود نخلط بالطراب اليدوي حتى كنتاكدوا ان الخليط انسجم اولا المكونات انسجموا مع بعض. صافي هنا غادي نبدا في اضافه النواشف. هنا غادي نحتاج المكون الاساسي في هذا الكيك هذا اللي هو الكوك. ضروري من الكوك في هذه الوصفه هذه، لان هذا الكيك قديم بزاف وكيدار بهذه الطريقه، يعني كيدار بالكوك. ضروري منه واحد الكاس ديال الكوك اولا جوز الهند تكون نوعيه جيده، ما يكونش ناشف باش ما ينشفش لكم الخليط. كنأكد ان الكوك اختاروه ما يكونش ناشف، يكون ميدم. هنا كيف كتشوفوا معايا درت كاس عامر بقياس كاس العنبه كيعادل تقريبا 60 غرام. صافي هنا غادي نضيف 2 المعالق كبار ديال الكاكاو المر اللي كنغربلو بطبيعه الحال باش ما يبقاوش ما يدوزوش دوك الكويرات ديال الكاكاو. ثم غنبدا في اضافه الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق عندي كاسين الا ربع، يعني كاس ممسوح والكاس الثاني كاس الا ربع. الوزن بالغرام 170 غرام او 175 غرام تقريبا. ملي تبغيو تعبروا بالكاس ما تضغطوش على الدقيق في الكاس وفي نفس الوقت ما يكونش الكاس مقبب، يكون ممسوح باش يعطيكم نفس القياس بالغرام. ضفت الدفعه الاولى ثم غادي نضيف الدفعه الثانيه، والدقيق بطبيعه الحال كنغربلوه. ملي غادي نضيف الدفعه الثانيه غادي نضيف الخميره ديال الحلويات او البيكين باودر 2 الاكياس، كل كيس كيوزن 8 غرام. تقدروا ايضا تستعملوا حتى الكيس اللي فيه 7 غرام. 2 الاكياس منه كيعطيونا 16 غرام، الا درتو ديال 7 غرام يعطيكم في المجموع 14 غرام. صافي غربلت الخميره ديال الحلويات وغادي نخلط بالفوي حتى كينسجموا المكونات، ما كيبقاوش تكتلات ديال الدقيق. والخليط راه كيجي معلك. هاد الكيك هذه كتجي معلكه شويه، يعني ماشي بحال لي كيك العاديين، وكتجي ايضا خفيفه بزاف. هنا كيف كتشوفوا معايا في اخر مرحله غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الخل وغادي نمزج مره اخرى. القوام ديال الكيك كيجي بهذا الشكل هذا. صدقوني من ألذ لي كيك اللي ممكن تحضروهم هذا الكيك هذا. يعني كيك ديال الطفوله وفي نفس الوقت ما كيتنساش، يعني باقي لحد الان كنحضروه. خاصه عشاق الكوك اولا جوز الهند غادي تعجبكم بزاف، يعني هاد النوع ديال الكيك هذا. صافي هنا كيف كتشوفوا القوام كيكون بهذا الشكل. غادي نجيب المول اللي دخلته للمجمد، غادي نفرغ فيه الخليط. فلاستيوس ديال المول فاش كندخلوا للمجمد غير باش كنتفاداو التصاق الكيك، يعني باش ملي كنقطعوا الكيك وكنبغيو نحيدوه كيتزول بكل سهوله، ما كيكونش بقايا ديال الكيك بزاف في المول. صافي غادي نفرغ الخليط كامل وغادي نحاول نوزعو بشكل متساوي على المول وغادي ندخلو الفرن. اللي كيكون بارد غادي ندخل المول، عاد غادي نشعل الفرن من الاسفل حتى كطيب الكيك، عاد كنشعلو الفوق باش كينشف الوجه. الا كان الفرن ديالكم ثقيل بزاف فشعلوه شويه حتى كيدفى، عاد دخلوا ليه الكيك. يعني كيبقى الطريقه ديال الطهي على حسب النوعيه ديال الفرن. غادي نمروا نحضروا الصلصه او السيرو باش غادي نسقيو. غادي نحتاج كاس ديال الحليب قياس بكاس العنبه، ملعقه كبيره من الكاكاو اللي كنستعملوا مع الحليب او الكاكاو الحلو، نصف ملعقه من القهوه سريعه الذوبان، ملعقه صغيره من كريمه الباتيسير ممكن تعوضوها بالنشا، ملعقه صغيره من السكر حبيبات، وملعقه صغيره من الزيت باش نحصلوا على اللمعه في الصلصه. صافي غادي نمزج المكونات كاملين على البارد، ثم غادي ندير الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى كيوصل لمرحله الغليان. ملي كيوصل لمرحله الغليان كنخليوه تقريبا 3 حتى 4 دقائق على النار، يعني ماشي غير كيوصل لمرحله الغليان كنزولوه حتى كيدوزو تقريبا واحد 4 أو 3 دقائق على النار، عاد كنزولوه وهو مازال سخون. ضفت ليه قطع من الشوكولاته السوداء النوعيه اللي كتفضلوا، تقدروا ايضا تستعملوا حتى بديل الشوكولاته. صافي غادي ندوبو هنا في هذا الخليط وغادي نحطوه على جنب. هنا من بعد ما طابت الكيك كتجي رطبه بهذا الشكل هذا وهشيشه بزاف. ما بغيتش نضغط عليها بزاف لانه الا ضغطت عليها غادي تتكسر. صافي غادي نخليها حتى كتبرد، عاد غادي نتكها مزيان بكيردون، ما غاديش نسقيها وهي سخونه. ثم غادي نجيب الصلصه اللي كانت بردات رجعتها على النار سخنات واحد شويه،
باش الكيك كان بارد والصلصه تكون سخونه شويه. صافي غادي نسقي بها. وبالنسبه للصلصه غادي نسقي وغادي نخلي واحد الكميه باش غادي نزين. غادي نوريكم الاضافه اللي غادي نضيف عليها. فيفضل الكيك يكون بارد والصلصه سخونه، يعني الا سقيتوا الكيك وهو سخون غالبا كيتعجن. لهذا حاولوا خليو الكيك يبرد او لا يدفى عاد تسقيوه. صافي هنا كيف كتشوفوا كنسقي وكنحاول نوزع ايضا بملعقه باش يوصل الخليط الجوانب كاملين. وغادي نخلي هذه الكميه هذه تقريبا 3 حتى 4 المعالق من الصلصه. ضفت عليهم 2 معالق من شوكولاته ديال الدهن ورجعتهم على النار حتى داب الخليط مع بعض او ننسجم مع بعض. صافي غادي نفرغوا. يفضل تخليو الصلصه الاولى حتى تشربها الكيك عاد ديروا هذه الطبقه. انا كنت زربانه ففرغت الخليط على الخليط الاول، ولكن معليش جا المنظر زوين وايضا جات الصلصه هي هذيك. صافي من بعد ما وزعت الصلصه مزيان على الوجه غادي نزين بشوكولا فيرميسيل. كتبقى تزيين على حسب اللي متوفر عندكم، على حسب الذوق ديالكم. تقدروا ايضا تزينوها حتى بالكوك، يعني بما ان فيها الكوك في الداخل يعني تقدروا ديروه حتى في الوجه، يعني كيجي رائع بزاف. صافي هنا غادي نوزع الشوكولاته اولا الشوكولا فيرميسيل على الوجه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. ضروري كيف عودتكم دائما غادي نقطع معكم باش تشوفوا القوام ديال الكيك كيف كتجي خفيفه وكيف كتجي ايضا معلكه. اما المذاق ما نعاودش لكم، راه كتجي لذيذه بزاف. العشاق الكوك اولا جوز الهند غتعجبكم بزاف، خاصه الكوك مع الشوكولاته كيجيو رائعين بزاف. وبالنسبه للحجم ديال القطع نتوما اللي كتحكموا فيه، واش بغيتوهم كبار او صغار، يعني تقدروا ايضا تصغروا حتى اقل من هذا الحجم هذا. صافي انا غادي نهز معكم قطعه وغادي نوريكم الكيك كيف كيجي من الداخل. كيجي اكثر من رائع، نعيا ما نوصف لكم، ما غاديش نوفي حقه حتى تجربوه وتذوقوه وغادي تعرفوا على اش كندوي. يعني الاخوات اللي كيعرفوه من زمان يعني عارفين اش كندوي، واللي ما عارفينوش عاد غادي تكتشفوه. فكنتمنى تجربوه وما تفلتوش، لانه من الذ الكيك اللي ممكن تحضروه، من الذ الكيك القدام اللي كيك ديال الطفوله اللي ما كيخطاوناش وضروري كنرجعوا ليهم مره. هنا غادي نقطع معكم الفورشيط باش نوريكم القوام، نخليكم مع الصور النهائيه. اذا احبائي كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم، كنتمنى تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم اسفل الفيديو. الا كاين اي تساؤل خليوه اسفل فيديونا ان شاء الله غادي نجاوبكم عليه. الا عجبتكم الوصفه وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.